جات لي بنوته كده في التعليقات بتقول لي يا ماما نور، في حد عرف يظلمك قبل كده؟ بحس انك جامده يعني وبتعرف تاخدي حقك، فصعب قوي ان حد يعرف يظلمك. لا يا حبيبتي اتظلمت. ليه؟ هو انا بلاستيك؟ انا بني ادمه. هحكي قصه من قصص الظلم عندي، ولو لقيت في تفاعل هكمل، ما لقيتش تفاعل هنوقف لحد كده وكفايه عليك واحده. هاتي الناي وتعالي اسمع اي موسيقى حزينه وانا بتكلم. بصي يا ستي، مازن قبل الجواز كنت بحبه. المهم، عشان بس نبقى فاهمين في نقطة. وقتها ما كانش فيه تليفونات، لما تحبي تحتاجي حد قوي في حاجة بتكلميه عند البقال. طيب البقال ما وصلش الفكرة، او انت بتكلميه عند الجيران، وبعد كده بتكلميه على تليفون بيتهم، وساعات تليفونات البيت دي بترن على الفاضي، يعني بترن في السنترال. قبل ما توصل للشخص هي تبقى الدنيا خربت. المهم، مازن في الفترة دي بابايا مدرس بتاعه طبعا، فكان بيجي يتفرج مع بابا على الكورة. مازن اهلاوي وبابايا زملكاوي، بس يعني بيتفقوا على ايه معرفش، بس هم كانوا بيتفرجوا مع بعض على الكورة وخلاص. ما علينا، احنا نيجي للنقطة المهمة بقى. المهم يعني، بس بابايا يعني مصاحب مازن وكل حاجة على انه الطالب بتاعه كبر، ولكن مش لدرجة ان هو يتجوز بنته. يعني هي القصة ان احنا اصحاب في بعض، يعني ما فيش جواز ومشاعر والكلام ده. نرجع بقى للنقطة الأولى. فجه عريس كويس، راح بابا قال لي لازم تقابليه وتتكلمي معاه وكده. وبابا مش بيقول لي، مش بيشور عليا في عريس جاي ده بيأمرني. نظام بقى مجبر أخاك لا بطل، يعني مش من حقك تقولي لا. يعني هقول حاضر هقعد معاه، ما اقدرش اقول حتى لا. تمام يا بابا، بس لو مرتحناش تمام. لا لا خالص، لو مش مرتاح لو ما ارتحتوش سيبيه يا حبيبتي، سيبيه. وانا عارفه اللي في دماغ بابايا. بابايا مجرد بس اللي هو ايه، بيعدي خطوات يعني. ما علينا. المهم، فنزلت عملت شعري زي ما بابا قال لي روحي الكوافير، في حين ان هو كان ضد المبدأ. بس كان بيحاول يعمل لي حاجات حلوه كتير عشان اوافق. يعني ياكلك اكله بتحبيها، يوديك الكوافير، يجيب لك حاجه نفسك فيها. ابهات زمان دول والله كان يتفت لهم بلاد، بس ما علينا. نرجع لموضوعنا. المهم، فنزلت قلت اكلم مامة مازن في التليفون اعرفها بسرعه ان في عريس جاي وانا هرفضه وكل حاجه، عشان مازن لو جه وبابايا حكى له، مازن بس يبقى عنده وعي يعني، وما يتخضش ولا يتصدم من الموقف. لان انا ما كنتش قايله له، يعني انا كنت بخبي، بفتكر ان انا هعرف، يعني اقول لبابا لا مش هينفع وبتاع، ما عرفتش. ما علينا. فنرجع بقى لموضوعنا. فالمهم يعني، فمامته قالت لي حاضر، اول ما هيرجع مازن هقول له. مازن كان في الشارع. حد من صحاب مازن، يعني مش صحابه، يعني هو يعني معرفه او قرابه بعيده شويه، كانوا فاتحين محل قريب من مازن. فقلت اتصل عليهم بالمره، اقول لهم ان انا جاي لي عريس، وبلغوا مازن وعرفوه علشان مازن ما يجيش النهارده. انا مش عايزاه يجي لحد ما انا فركش الدنيا، وكل واحد يروح لحاله، عشان بابا ما يحكيلوش. انا خايفه على نفسيته، نفسيه مازن. تخيل، مازن ده اللي عمل فيها بلاوي. استنى. بعد كده راح مازن ده عمل ايه بقى؟ المهم، واحنا قاعدين، انا قاعده قدام باب الشقه، باب شقتنا مفتوح لان ده بيتنا مفيش حد ساكن معانا، والعريس قاعد من الناحيه دي. ها كنتي. المهم، يعني واهله قاعدين وقاعدين بنتكلم كلنا وكده، وفجاه بعد ما كلمت قريبه مازن وقفلت التليفون معاها، كلمتها في المحل، ومازن بيعدي لازم عليهم قبل ما يطلع بيته. المهم، فقفلت التليفون وطلعت، وقاعدين كلنا، لقيت مازن ده طالع في وشي وانا قاعده. مش عارفه هو جه ازاي وانا قايله انه ما يجيش يعني، بس عادي. جه بصلي وراح نزل بالراحه ورجع. انا الوقت ده ارتبكت. نزلت وراه بعد ما الناس نزلت، قلت انزل، هو في محل تاني وجنبنا كده انا عارفه ان مازن بيقعد فيه. ما لقيتش مازن. طب اعمل ايه؟ وطبعا مش نازله الشارع كده مع نفسها، لا نازله اجيب طلبات طبيعي.